سنحكي لكم حكايات المغامرة والحب، حكايات مليئة بالبطولات والإنجازات، حكايات مليئة بالمشاعر، بكل ما يجعلنا جميعا بشرا. سنحكي لكم اليوم قصة عن هذه القلعة والمدينة المحيطة بها، الأشخاص الذين يعيشون فيها، الأشخاص الذين عاشوا هنا منذ فجر التاريخ، والذين سيستمرون في العيش خارج هذه الجدران. انتبهوا جيدا الآن، وسنخبركم حكاية لا يمكنكم نسيانها. في البداية كان البحر والسماء وقرية صغيرة، ولم تكن بعد الإسكندرية. كان اسمها راقودة، قرية بسيطة وناس بسطاء، وكان إبليس إلهها. وتبدلت القرية البسيطة، تحولت، فقد وطأ أرضها الإسكندر. كان ملكا ومحاربا أحبه الشعب، كان صديقا وقريبا، كيف لا، وقد احترم عقائده، وعلى نهج المصريين القدماء حمل لقب ابن آمون. كان يبدو كأنه إلها بنفسه، كما جلب إلى مصر آلهة النيل، ولكن كان هناك من هو أعظم من ذلك. الإسكندرية، المدينة التي أسسها وحملت اسمه، فخلدت بعد أن رحل ذلك لنا مقولته الشهيرة: